بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا الحمد لله بنفرح لإخواتنا السوريين وبنفرح بنجاح ثورتهم، وإن شاء الله تتم على خير. جميلة أوي بتوصل لنا من سوريا. أجواء 25 يناير رجعت لنا تاني، سبحان الله. الأفراح والانتصارات حاجة جميلة جدا. الأجمل من كده اللي احنا بنشوفه في إعلام السيسي، بنشوف التقلب. عمرو أديب المفجوع طالع بياكل وفرحان بسوريا مع إنه كان مع بشار من كام يوم. التخبط اللي بيحصل، واحد طالع بيشتم واحد طالع فرحان. قرايتي للموضوع ان هما شايفين نفسيهم. يمكن عمرو اديب اذكاهم فبيلعب على الحتة دي. شفتوا، انا فرحت مع السوريين عشان لما تحصل حاجة في مصر باذن الله وهتحصل، يقول لك ما انا كنت فرحان للسوريين. خلي بالك كل واحد من الاعلاميين دولت بعد ما ان شاء الله باذن الله ثورتنا هتتم هيطلع يقول انا كنت مجبر. لكن لا، مفيش حاجة اسمها مجبر. مجبر انشق من دلوقتي. مجبر سيب المركب من دلوقتي، مش وهي بتغرق تسيبها وتهرب. لا، تسيبها من دلوقتي. وفرج حضراتكم على صورة. الراجل ده شاهد عيان لكل واحد بيقول أنا عبد المأمور. أنت عبد ربنا مش عبد المأمور. الراجل ده رفض قرارات حافظ الأسد لما ضرب حماة سنة 82. بقاله 43 سنة. الراجل ده بقاله 43 سنة مسجون. اتسجن وهو شاب صغير وطلع وهو راجل كبير عشان رفض إن هو يضرب أهله في حماه. ما تجيش انت بعد كده وتقول لي انا عبد المأمور. خلال السنين اللي فاتت طلعت اهرب يا دفعة وانت عارف ان انت واقف مع الظالم. ما تخدمش واحد ظالم. فما يجيش واحد يقول وان شاء الله لما الثورة هتنجح بإذن الله، ما يجيش واحد يقول انا منشق او انا مع الثورة. لا، لو انت مع الثورة، لو انت مع الشعب، لو انت مع الناس، اهرب من دلوقتي، اطلع من دلوقتي. لان هو هيسيبكوا وهيهرب. وانتوا عارفين ان هو هيسيبكوا وهيهرب، وانتوا هتبقوا في مواجهة مع الشعب. وده اللي احنا شفناه في 25 يناير، وده اللي احنا شفناه في تونس، وده اللي احنا شفناه في سوريا، ودلوقتي بنشوفه تاني في سوريا. قبل ما نتكلم عن الصورة اللي ورايا ديت، احب اقول لكم ان احنا مش هنقعد في دايرة اقتصاد وعيش وحرية وعدالة اجتماعية. لا، احنا المفروض ان احنا نعدي الموضوع ده. الناس لازم تاكل وتشرب، لازم تحس بتحسين اقتصادي جميل، مفيش أي مشكلة. بس احنا إن شاء الله بإذن الله لما نطلع، وإن شاء الله بإذن الله هنطلع، احنا مش طالعين عشان العيش وبس، احنا طالعين عشان الحرية في الأول. الحرية لكل الناس. الحرية للمسلم والمسيحي. الحرية لكل الشعب. الحرية بما يتفق مع العادات والتقاليد والعرف. الحرية في الرأي. الحرية في العبادة. الحرية إن أنا أعمل أي حاجة أنا عايزها في حدود وإطار الأعراف والقوانين، في حدود مجتمعاتنا الجميلة الحلوة. هي دي الحرية. لأن اللي هيتكلم في اقتصاد، طب ما هو ممكن السيسي مثلا لو هيلاقي نفسه هيقع، يقوم مطلع لنا كم مليار من اللي عنده، ولا مطلع لنا بدل ما طيارة راح زامبيا تروح على القاهرة، ويفرج لنا عن بعض المواد الغذائية هنا أو هنا، وهتلاقي الدنيا مشيت. لكن لا، احنا عايزين نقتلع النظام ده من جذوره. خلي بالكم، الشرطة مش هتقدر على الشعب. والشرطة هي ممكن تستغبى، بس أنا حاطط 1% إن هما ما يستغبوش وما يعملوش زي 25 يناير وينضموا للشعب. الجيش مش هيضرب على الشعب. الجيش ما يقدرش يستخدم القوة ضد الشعب. في سوريا احنا قلنا قبل كده إن هي سنة وشيعة ودروز وأطياف كتير. احنا عندنا الجيش في مصر سنة فقط، ما فيهوش التنوع بتاع سوريا. خلي بالك، العساكر والظباط هيجروا من قدامنا، لان هو ما بيحاربش على عقيدة. هو عارف ان هو على باطل. هو عارف ان هو غلط، فهيجري من قدامنا، لازم يجري من قدامنا زي المرة اللي فاتت. اولا هو مش مدرب كويس، ومش مؤهل. هو ما عندوش حاجة غير القمع، ما عندوش حاجة غير المسدس والقمع والضرب.
ما عندوش اي حاجه تانية، ما يقدرش يقعد ويتفاهم مع الناس. يعني مثلا مبارك لو كان قعد مع الناس واتفاهم معاها، او بشار او القذافي او بن علي، كان هتتحل الموضوع. لكن دول ناس ما بيفهموش اصلا. برضو قبل ما ندخل في الصوره اللي احنا هنتكلم فيها، الناس المصريين اللي بجد عايزين يشيلوا السلطه بتاعت مصر، فانا هقتبس حاجه من بتاعه استاذ خالد السردي، اللي هي ايه؟ ثوره المفاصل. فالناس في المحافظات والاقاليم عملوا ثوره ودخلوا، ونفهم مع بعضنا اللي الكلام اللي انا بقوله، ودخلوا مراكز الدولة، مفاصل الدولة، المصالح الحكومية بتاعت الدولة، وقفوا العمل بتاع الدولة، الدولة وقفت. طيب، الناس بقى اللي في العاصمة عملوا ايه؟ قسموا نفسهم جزئين. جزء اتجه على القصر الرئاسي بتاع البورسيسي عشان يحكم من هناك. اللي هيوصل للقصر الرئاسي هو اللي هيحكم. فالشعب بإذن الله وصل هيحكم. المرة اللي فاتت ضحكوا علينا لما احنا رحنا القصر الرئاسي، قام طلع لنا وزير الدفاع وطلع قال لنا انتوا انتصرتوا وخلاص الموضوع خلص، يلا كل واحد يروح بيته. بس لو كنا دخلنا القصر الجمهوري كنا هنحكم من جوه. لو كنا دخلنا مبنى المخابرات وأمن الدولة سابقا كنا هنحكم. لو كنا جبنا الملفات الخاصة بالدولة كنا هنحكم. احنا شفنا الثوار في سوريا مش عارفين يفتحوا سجن صناعي، ما بالك دي دولة. فاحنا لازم نحكم، لازم نعرف أسرار الدولة. فاللي هيوصل القصر الجمهوري هيحكم، اللي يوصل مبنى المخابرات يحكم، اللي يوصل الأمن الوطني يحكم. نقعد هناك ما نتحركش لغاية ما النظام كله يتفكك. ده هنتكلم فيه بعد كده إن شاء الله في الحلقات الجاية. البلطجي يتحاكم، واللي أذى حد يتحاكم، واللي ما أذاش واللي ما أذاش حد هيقعد في بيتهم، ما ينفعش يكمل معانا، لأن أنت شفت الظلم وسكت عليه. المنظومة دي لازم تتفكك. الجيش هيفضل موجود وسلطات الدولة هتفضل موجودة، بس هيبقى جيش تاني خالص، جيش وطني بيحمي البلد، جيش بيحب البلد فعلا، جيش ملوش انتماء لأي قائد، له انتماء للبلد والشعب فقط، مش جيش جمبري ومكرونة. الجزء التاني اللي عمل الثورة على البورسيسي هيتجه للسجون. اللي قدامكم دوت ماب أو خريطة لسجن العقرب. سجن العقرب اللي موجود فيه المعتقلين السياسيين والقادة، من ضمنهم الشيخ خالد صلاح أبو إسماعيل. زي ما انتم شايفين مش هتشوفوا أي مباني موجودة. المربع الأحمر دوت ده سجن العقرب، مفيش أي مباني، مجرد حاجة يعني أنت مش فاهم هي إيه، مش موجود حتى على الخريطة. يعني حتى لو أنت دخلت على جوجل ماب أو غيره مش هتلاقي حاجة، هتلاقيه بس حاجة كده مش معروف لها ملامح. لو طلعت فوق لو طلعت فوق شوية في الجزء دوت اللي فوق دوت هتلاقي فيه مقابر. في مقابر عند سجن العقرب، عشان اللي يموت من التعذيب يدفنوه في المقابر وخلصت. سمعنا السجن جنب المقابر. دي صورة. في صورة تاني، دي صورة تاني هوريها لحضراتكم. الخط الأحمر دوت ده كوبري، يعني في وسط المباني، يعني مباني سكنية ناس ساكنة، بس المنطقة اللي موجود فيها سجن العقرب هي منطقة كلها تابعة للداخلية، كلها تابعة للشرطة. هتلاقي معهد لأمناء الشرطة. صورة تانية هنلاقي في مكان لطيارة، على ما أعتقد يعني ممكن تكون السجن دوت فيه مهبط للطيارات أو حاجة معينة، وده يعني ده عادي لأي سجن ضخم. تقريبا دوت أكبر سجن أو أكتر معتقل أو أخطر معتقل سياسي موجود في مصر. دي خريطة أكبر للمكان.
اللون الأحمر ده السجن، واللون الأسود دوت المقابر. المقابر لازقة في السجن على طول زي ما حضراتكم شايفين. القادة موجودين جوه السجن دولت، بس القادة اللي ظهروا في خلال 11 12 سنة اللي فاتوا موجودين في السجن ده. فالمجموعة التانية طلعت على السجون وحررت القصر. السجون ديت فيها سيدات، فيها نساء، فيها أحرارنا، فيها نسائنا موجودين جوه. بنت خيرت الشاطر مثلا واحدة منهم. علشان نعمل ثورة لازم كل السجون تتفرغ من اللي فيها. القصر الجمهوري لازم الشعب يبقى داخلي، يدخل جوه القصر الجمهوري زي ما عمل كده مع بشار بالظبط عشان تكمل الثورة. لو قلنا قبل كده إن شاء الله بإذن الله في حدث جلل هيحصل في مصر، وبإذن الله إن شاء الله أنا أراه رأي العين. النظام ده ساقط بإذن الله. أنا حاسس إن الموضوع ممكن يحصل أو في حاجة تحصل قبل 25 يناير اللي جاي. اتكلمت قبل كده وقلت إن شاء الله بإذن الله 24 يناير هيبقى يوم جمعة، 25 يناير هيبقى يوم سبت. إحنا ممكن نخلي بإذن الله ثورتنا تبدأ من 24 يناير. وقلت قبل كده إن إشارة البدء أنا اللي هنزل الشارع الأول. أنا هنزل الشارع الأول، ولما أنا أنزل الشارع أنتوا تنزلوا ورايا بإذن الله. يعني مفيش خطر ومفيش خطورة، ولا حد يقول لكم احنا هنعمل ثورة تاني وهننزل تاني وناس هتمسك تاني. محدش هينزل، انا اللي هنزل الاول باذن الله، وانتوا بعد كده لما تلاقوني في الشارع تنزلوا. في امر جلل هيحصل في مصر ان شاء الله باذن الله، والمرة دي ان شاء الله عندي ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى ان هيحصل حاجة وهنقدر نغير. اخواتنا الاسيرات في السجون بينتظرونا. اخواتنا وامهاتنا وابائنا اللي في السجون بينتظرونا. كل يوم بيعدي عليهم جحيم. اوعى تفتكر ان الدور مش هيجي عليك حتى لو انت ما بتعملش حاجه. ده نظام ما عندوش رحمه، مش هيرحم اي حد، هياكل الكل. اوعى تفتكر علشان انت ما بتعملش حاجه وقاعد في البيت وبتضحك وبتهزر وبتروح شغلك وترجع من شغلك يبقى انت كده بعيد. لا، اوعى تفتكر ان انت في امان. ننزل نحرر بلدنا وكلنا ان شاء الله هنبقى في امان، ومش احنا وبس، ولادنا وولاد ولادنا كمان. غير ان احنا هنرجع كرامتنا. مش شويه جبنه. يا جماعة البورسيسي ده جبان، جبان. وديكوا شفت الفيديوهات طالعة، الفيديوهات دي ابتدت تطلع والناس ابتدت تقلق، وفي مذيعين اوريدي ابتدوا ان هم يرجعوا لورا. والقلق موجود في الجيش وفي الشرطة وفي المخابرات وفي الأمن القومي. هم عارفين. واللي حصل في سوريا إن شاء الله هيحصل في مصر. واللي حصل في سوريا راعبهم. منظر السجون اللي بتتفتح ومنظر سحل الناس ومنظر الناس اللي اتقتلت. جابوا البلطجية وجابوا القادة وجابوا كل الناس وإعدامات فورية. إن شاء الله بإذن الله نستغل الفرصة، نقدر نعمل حاجة. أنا معاكم وهفضل معاكم إن شاء الله بإذن الله. تاني، أخواتنا اللي في السجون بينتظرونا. الناس اللي ماتت في رابعة لغاية دلوقتي ما نسيناهمش وعايزين نجيب حقهم. البورسيسي جبان. شرطة أو جيش، البورسيسي هيسيبكم وهيهرب زي بشار بالظبط. اقفوا مع الشعب أحسن من دلوقتي. من دلوقتي خلوا بالكم هتحصل حاجة في مصر كبيرة. 25 يناير إن شاء الله راجعة، ويمكن ترجع قبل 25 يناير الشهر الجاي بإذن الله. إن شاء الله أنا شايف ثورتنا بإذن الله نجحت زي ما حضراتكم شايفيني قدامكم. خلوا بالكم من بعض وهنتكلم تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.